مشاهدينا أهلا بكم إلى الموعد الرياضي يأتيكم مباشرة من التلفزيون الجزائري. تعادل اليوم المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره الزيمبابوي بنتيجة هدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بملعب فرانسفيل لحساب الدور الأول من المجموعة الثانية لكأس إفريقيا الجارية فعاليتها بالغابون. الخضر كانوا السباقين إلى التهديف عن طريق محرز في الدقيقة 13، بعدها منتخب الزيمبابوي عدل النتيجة في الدقيقة 17 ليضيف بعدها الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 82 عاد مهاجم المنتخب الوطني رياض محرز مرة أخرى ليعدل النتيجة. وسيلعب الخضر مباراتهم الثانية الخميس القادم أمام المنتخب التونسي الذي يواجه في هذه الأثناء المنتخب السنغالي للمجموعة الثانية. دائما الشوط الأول عرف تفوق أو يعرف تفوق أسود الترينجا بهدفان دون رد. أما غدا فسيكون الموعد مع مباراتين من المجموعة الثالثة، الأولى تجمع منتخبي الكوديفوار والطوغو، أما المباراة الثانية يواجه فيها منتخب جمهورية الكونغو نظيره المنتخب المغربي. تحديد كيفية تنظيم وتسيير الجمعيات العامة لمختلف الاتحاديات الرياضية ومتابعة ومراقبة أشغالها سواء في فترة انعقادها وإلى غاية تسليم المهام هي أهم التوجيهات التي قدمها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي للأمناء العامين لمختلف الاتحاديات الرياضية اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة. الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة تحمل الأمناء العامين لمسؤولياتهم في تسيير الجمعيات الرياضية وتطبيق القوانين كما يجب. ان شاء الله يعني الفريق تاعنا فريق شاب وفريق عنده يعني الامكانيات باش ان شاء الله يروح بعيد في هذا الكاس ويفوز لما لا يفوز في هذا الكاس. وكل الجزائر حكومه وشعبا نستناو ان شاء الله الفوز في مباراه اليوم باش يكون ان شاء الله يكون استمراريه في النجاح ان شاء الله. اتصلنا بهم في اتصال دائم مع رئيس الاتحاديه وان شاء الله فيه امل وتفاؤل باش يكون النجاح في هذه المنافسه. يستهل غدا المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم مهمة الدفاع عن لقبه في البطولة العالمية التي تحتضنها سلطنة عمان عندما يواجه نظيره الألماني بملعب السي بمحافظة مسقط بداية من الساعة 2 زوالا بتوقيت الجزائر. وكانت التشكيلة الوطنية قد أجرت أمس آخر حصة تدريبية بالملعب الرئيسي بمسقط، هذا وقد أقام سعادة سفير الجزائر بسلطنة عمان السيد محمد الصالح العجوزي مأدبة عشاء على شرف وفد الفريق الوطني العسكري حضرها عدد من الإطارات السامية العسكرية والمدنية لسلطنة عمان. وسيلعب المنتخب الوطني العسكري مباراته الثانية في 18 من الشهر الجاري ضد المنتخب الإيراني، أما المقابلة الثالثة فستجمعه بمنتخب كوريا الجنوبية. اختتمت اليوم دورة كأس العالم للمبارزة والتي احتضنتها الجزائر على مدار يومين، حيث اكتفى المنتخب الجزائري للمبارزة باحتلال المرتبة 14 والأخيرة في